السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهارده ان شاء الله هنقدم فكره بسيطه قوي، وفي ناس طلبتها مني. قالوا لي ان بيستخدموا بعد ما يعملوا العجين او اي فطاير او اي حاجه فيها خميره، بعد ما بيعجنوا العجينه ممكن تبوظ منهم لانها ما بتخمرش، ودي حصلت لي قبل كده فعلا كذا مره، وتعلمت بقى الدرس فقلت اعلمه لكم عشان ممكن كتير ما يعرفش الفكره دي. الخميره لو بايظه طبعا بتبوظ لي الوصفه كلها وبتخلي العجين ما يخمرش، وبالتالي بيبقى مكتوم والوصفه بتبوظ. طيب انا اعمل ايه؟ انا بختبر الخميره قبل ما استعملها بطريقه بسيطه جدا. وفي برضو اهم حاجه طريقه الحفظ يا جماعه. طريقه حفظ الخميره بسيطه جدا، وهي ان انا اول ما بجيب الخميره الفوريه عندي انا باخد منها اللي انا عايزاه وبعدين بشيلها في التلاجة. لازم تتحط في التلاجة، ما تسيبهاش بره التلاجة في المطبخ لانها بتبوظ. لازم يا تحفظيها في التلاجة يا في الفريزر. ممكن تحطيها لو انت جايبه كميه كبيره حطيها في الفريزر، وخدي شويه في البرطمان خليه عندك في التلاجة، استعملي منه في التلاجة مش هيجرالها اي حاجه. طيب الطريقه بقى بتاعتنا عشان نختبر الخميره حلوه ولا مش بايظه، انا مش عارفه هي عندي بايظه ولا كويسه. بطريقه بسيطه قوي اختبر قبل ما اشتغل. بروح جايبه عندي اي كوبايه عندي كده، واجيب احط فيها حوالي نص او ربع كوبايه ميه دافيه، شويه صغيرين بس عشان خاطر ايه اختبر فيهم. لازم الميه تكون دافيه عشان النتيجه تبان بسرعه، وفي نفس الوقت ما تكونش سخنه قوي، لان لو سخنه قوي بتموت الخميره. حتى لو انت بتعملي اي وصفه واستعملتي ميه مغليه هتموت الخميره ومش هتشتغل معايا. ولو ساقعه برضه ما بتديش نتيجه كويسه، لازم تكون دافيه. وبجيب عندي قد الخميره اهيت، بحط نص معلقه خميره كده او شويه صغيرين بس كده اختبرهم. وبجيب عندي السكر، احط برضه نص معلقه سكر اهو، وبدوبهم مع بعض كده بالشكل ده. وبغطيهم واسيبهم حوالي 10 دقايق، ونشوفهم بعد ال10 دقايق النتيجه هتطلع عامله ازاي. لو لقيت الخميره اتفاعلت معايا وعملت فقاعات وابتدت تخمر معايا، يبقى كده الخميره كده كويسه، وممكن اخد الشويه اللي انا عملتهم دول استخدمهم في الوصفه بقى. لو ما خمرتش معايا وما ادعمتش الفقاعات اللي هتظهر بعد شويه واوريها لكم دي، يبقى كده الخميره دي فاسده وما ينفعش اشتغل بيها، وبالتالي اجيب خميره جديده عشان ما ابوظش الوصفه عندي. هشوف اسيبها بقى 10 دقايق ونرجع نشوف شكلها عامل ازاي. زي ما احنا شايفين اهو، شايفين الفقاعات دي اللي ظهرت دي، في فقاعات ظهرت اهيت وخمرت، حتى هي باينه هنا من الجنب اهي، ان شاء الله تكون باينه وتشوفوها. دي دليل على ان حتى ريحه الخميره بقت، ده دليل على ان الخميره اشتغلت والخميره تمام معايا وكويسه. هستخدمها بقى، ممكن اخد بقى شويه دول كده واستخدمهم بقى ايه في العجين اللي انا عايزه استخدمه او الوصفه اللي انا عايزه استخدمها فيها. ان كده اختبرنا الخميره وطلعت شغاله كويس جدا. اتمنى تكون الفكره دي استفدتوا بيها فعلا وتعملوها قبل ما تستخدموا الخميره في اي وصفه عشان ما تبوظلكوش الوصفه بتاعتكم ان شاء الله. ولو شايفين ان الفيديو مفيد او استفدتوا حاجه من على القناه عندي، اتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب او اشتراك على القناه وتشيروا الفيديو، وان شاء الله القناه تكبر بيكم، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله على قناه ابداعات ندى.